هكلمكم النهارده عن موضوع مهم شويه بيشغل بال السيدات كتير، وهو الاورام الليفيه. الاورام الليفيه بتبقى 99% منها اورام حميده، مفيش اي قلق منها. هي نتيجه ان جزء في عضلات الرحم بيتليف ويتحول لورم ليفي. بتبقى موجوده يا اما داخل التجويف الرحمي او في العضلات بتاع الرحم او في القشره الخارجيه للرحم. الاورام الليفيه بتبقى نتيجه زياده في هرمون الاستروجين، وده عشان كده بتبقى متواجده اكتر في فترات الانجاب وسنوات الانجاب بالنسبه للسيده. الاعراض بتاعها بتيجي اكتر بالم اثناء الدوره الشهريه او نزيف شديد اثناء الدوره الشهريه، الام في البطن او في الحوض، الام مع العلاقه الزوجيه، انتفاخ في البطن او تاخر في الانجاب. التشخيص بتاعها بيبقى عن طريق كذا حاجه، اولهم السونار، سواء السونار المهبلي او السونار الباطني، الاشعه بالصبغه، الرنين المغناطيسي، والمنظار سواء المنظار الرحمي او المنظار الباطني. في انظمه غذائيه ممكن تزود ظهور الاورام الليفيه، مثلا في الانظمه الغذائيه اللي فيها زياده في اللحوم الحمراء او الكافيين، مثلا لو شرب الكافيين بصوره اكبر من الطبيعي، او الكحوليات، او في الحالات اللي عندها نقص الفيتامين د. فعشان كده بننصح الناس انها تهتم بالنقطه دي، ولو في فعلا زياده في شرب كحوليات او كافيين او حاجه، ان احنا نشرب بالنسب المظبوطه. الادويه بتاعتنا اللي بتقلل وجود الاورام الليفيه، الادويه اللي بتقلل هرمون الاستروجين، فده ممكن يقلل حجم الورم الليفي، او عن طريق الاشعه التداخليه ان احنا بنقلل الدم الواصل للورم الليفي، فبالتالي بيقل تدفق الدم ليه وبيبدا في الانكماش، وبالتالي بيبدا حجمه ان هو يصغر. تاني حاجه ممكن ان احنا نستخدمها الجراحه، وده بيحصل في الاورام الليفيه الكبيره الحجم او المنظار الرحمي او الباطني. المنظار الرحمي بيقدر ان هو يعالج الاورام الليفيه المتواجده داخل التجويف الرحمي، المنظار الباطني بيقدر يعالج الاورام الليفيه اللي موجوده في عضله الرحم او في القشره الخارجيه للرحم. ده بيختلف طبعا على حسب العمر الحاله وعلى حسب حجم الورم الليفي. الموضوع بسيط ان شاء الله، مش محتاج قلق. وبنشكر نهضة العاصمة على انهم اتاحوا الفرصه لي ان انا اقدر اقدم لكم موضوع مهم زي ده، واطمنكم ان الموضوع بسيط وما فيهوش خطوره ان شاء الله.